بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في تحضيرات رمضان بإذن الله. اليوم حبيت نشارك معكم العسل. نبدأ نوجد العسل لرمضان، وإن شاء الله للعيد لا حين لهذاك الوقت. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. ما تنساوش اللي معنا جدد في لاشين، ما تنساوناش بابوني فضلا ليس امرا. قلت نشارك معكم العسل، نشارك معكم تقيس كيلو تاع السكر. هاد الكيلو تاع السكر نشريوه 9000 يخرج لنا كيلو عسل اللي نشريوه ب 20 ميل. انا العسل وليت كاع ما نشريه غير في حالات قليله، لا حبيت ندير طمنينه ولا زعما مقروط، نخلط ما بين العسل اللي نديرو في الدار، ندير كيلو عسل نديرو في الدار ونشري رطل باش تطلق فيه هذيك البنه تاع العسل تاع برا. ابار سا المعسل كاع ما راهوش يدخل لداري من غير هاد الوصفه. تبعوا الوصفه معايا بالديتاي من الف للياء، تنجحوا فيها ان شاء الله كامل وتوجدوا العسل. انا اليوم نوجد كيلو، غدوه نزيد نوجد الكيلو دوزيام، نسمى نوجد 2 كيلو لرمضان. وكل وحده توجد هي على حساب مقدورها وعلى حساب واش تستعمل الكاطو في الدار، تخدم العسل ديالها. بالنسبه لهنا عندي كيلو، في الكيلو نستعمل 3 كيسان تاع الماء. عندي هاد الكاس دوك نعمرو بالسكر، هاد الكاس نعمرو بالسكر ونديرو في كاسرونه. وشنو الكاسرونه تاعنا لازم تكون شويه ثقيله. نجيب الكاسرونه تاعي نعمر الكاس وتشوفوها كيفاش ثقيله. انا اللي مخليها الكاسرونه تاع الزمان ثقال الله يبارك، خير نتاع دركا. هذه ندير فيها العسل تاعي، ندير كاس تاع السكر يولي كراميل. قلنا نديرو كاس تاع السكر والباقي من بعد نستعملوه. هنا ندير الكاس تاعي تاع السكر، هاوليك واضح كاس سكر. في الكاس سكر عندي 3 تاع الماء. نخليه هاد السكر ديالي ابتي فو ونقعد نخلط فيه، نقعد غير نحرك ونروح ونولي ما نتقلقش عليه حتى يذوب لي، يحكم لي اللون الذهبي. ما نخليش يولي بني حامق، لاخاطش يخرج لكم العسل شويه محروق فيه بنت الحرق والمراره. نعسو حتى يذوب يولي بني، يعني شكل ذهبي. دوك نديروه فوق النار ونقعدو نقلبو فيه كيف هاوليك. شوفوا السكر تاعي بدا يذوب لهنايا، مي راني نعس فيه، راني واقفه عنده في الكوزينه راني نعس فيه ونقعد غير نخلط، ما خليش كاع يشد لي في لو فون تاع الكاسرونه ديالي. يتسمى نقعد غير نخلط، غير نشوفو داب شويه نخلط داب شويه نخلط حتى يذوب الكميه كامل. وشنو نار قليله، ما تنساوش النار قليله باش تنجح لكم الوصفه تاع العسل. شوفوا السكر ديالي هنا قريب يذوب لي كامل، شوفوا هنا قريب يذوب كاع السكر. شارك معاكم كاع مراحل تاع العسل باش ما كاش اللي ما ينجحش فيه ان شاء الله. وما نزيدوش كاع نشريو العسل تاع برا، نخدموه غير في الدار ان شاء الله. مع غلاء المعيشه اللي راهو كلش زاد، على ما نوفروش شويه ونخدموا شي حاجات في الدار ونستهلكوهم. هاوليك السكر بعد ما ذاب لي كامل هنا نضيف له 3 كيسان تاع الماء ديريكت، غير يذوب نضيف له 3 كيسان تاع الماء. ضفت له 3 كيسان تاع الماء وقويت له النار. دوك نقعد نسيي كيفاش نذوب هذا، نستناه حتى تذوب هذيا وتشوفوا كي يبدا يغلي واش نديروا له باش يجينا صافي وشباب. هنا ذاب لي كامل هذاك السكر من تحت. هنا دوك نكمل نضيف كامل الكميه تاع السكر اللي بقات، الكيلو اللي بقى لي كامل نضيفه. ضفت البقيه تاع السكر، شوفوا نقعد نخلط حتى نحس بلي داك السكر كامل ذاب لي هكايا، ونقعد نعس فيه غير يعطيني الغليه تعطيني غليه الاولى نرميلو ربع ملعقه صغيره تاع الشب. هذيك هي اللي تخليه يقاوم كي شغل يشد ويعطيك شكل الشباب وما يجيش يتلاصق. هنا نقعد ندور في السكر ديالي ونعسو. قلنا غير يبدا الغليه الاولى نرميولو الشب ونحسب له 10 دقائق. 10 دقائق هذاك هو القوام المناسب، ما يجي يعقد لك بزاف، ما يجي امويها.
الا حبيتيها عاقد وقاطع ديريه 15 دقيقه، انا نخليه 10 دقائق، ما نحبوش عاقد بالبزاف. شوفوا العسل ديالي غير بدا الغليه. هاي الكميه تاع الشب، هذه هي الكميه اللي نديروها في الكيلو. قلنا هذه الكميه نديرها، نحسب 10 دقائق ونطفيلو. شوفوا التمتم كيفاش يتغير اللون تاعو ويولي عسلي. العسل يعني اللون تاع اللي نشريوه من برا. نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه، نخليه يبرد باش نوريكم القوام مع الاخر. هاوليك العسل ديالي بعد ما خليته بات ليله كومبلي، حبيت نخليه يبات ليل كامل باه نوريكم القوام ديالو. انا هذا هو القوام اللي نحبه، باه ما نزيدلو ني ما زهر ني ما نزيد نعاود نديرلو الماء. اللي تحبوا عاقد كتر وكتر قلتلك تزيديلو 5 دقائق. شوف 10 دقائق هذا هو القوام ديالو. هنايا كانت عندي بلاره قديمه تاع نونورس، هذا تاع العسل. حبيت نوريكم بلي صح يجي كيلو تاع عسل، في الكيلو تاع السكر يجينا كيلو عسل. ما حبيتش نفرغها وحدي، قلت حتى نوريكم بلي يجي كيلو. هاوليك جانا كيلو وفايض منه كميه معتبره. شوف دوك ندير في الكاس ونشوفوا شحال اقعد منه. هاي الكاس نزيد نعمرو، اسمه جاني كيلو و220. هذا الكاس يرفد 220 مليلتر، جاني كيلو 220 مليلتر هذا العسل. واش قلت لكم عسل اقتصادي بكيلو سكر. انا شوفوا واش خرجنا الكميه تاع العسل. شوفوا العسل ديالي هاوليك، هاهو قلنا اللي تحبوا عاقد تزيدلو واحد 5 دقائق 3 4. انا نحب هذا القوام يعسل لي تمتم. شوفوا جانا كيلو و220 غرام. ان شاء الله الوصفه هذه تنال اعجابكم، نوضوا جربوها تمتم. ما بقاش بزاف في رمضان، تصيبي العسيله واجده في البلاكار ديالك ان شاء الله. ما تعذبيش وما تشريش كيلو ب20 ميل، تشري غير كيلو سكر ب9000 وانتي درتي هاد الكميه تاع العسل. واستناو لنا فيديوهات جايه ان شاء الله تكون تحفيزيه تاع رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.